أهلا بكم مشاهدينا. تحذيرات جوية تم إصدارها في الكويت أمس السبت بسبب الأمطار الرعدية المرافقة للرياح الجنوبية الشرقية والتي فاقت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة في ظل تراجع مدى الرؤية الأفقية. الرياح مشاهدينا قوية إجمالا في معظم الدول المطلة على الخليج كما هو الحال في دولة قطر. سلطنة عمان لها نصيبها من الاضطرابات الجوية حيث تبدأ الأمطار بالهطول تدريجيا مع ساعات ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء بسبب تعمق منخفض جوي يساهم بهطل الأمطار. أجواء مماثلة تطال الشمال وإلى جنوب غرب السعودية وغرب اليمن. حالة الطقس مشاهدينا خلال النهار الغد، الأجواء غدا تكون مشمسة في مسقط مع 30 درجة متوقع وتكون غائمة جزئيا كما هو الحال في الدوحة مع 29 درجة، والأجواء ماطرة تحديدا في الكويت مع 28 مئوية. وفي المناطق الغربية الأجواء مشمسة في المدينة المنورة وأيضا في مكة المكرمة مع 30 مئوية، في حين مشاهدينا تتفرغ الغيوم في سماء صنعاء مع 26 درجة. وإلى منطقة بلاد الشام حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة ورطبة بشكل عام مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرص مهيئة لهطل زخات متفرقة من الأمطار في جنوب سوريا وأيضا في الأردن وإلى فلسطين. وعليها مشاهدينا الأجواء غدا قد تكون مشمسة في دمشق مع 21 مئوية، في حين يتوقع هطل الأمطار كما هو الحال في القدس الشريف مع 16